هاي حلوين، النهاردة هعمل معاكم بتنجان مخلل بطريقة سهلة جدا وسريعة جدا وطعمه تحفة، ومش هتعملي غيره بعد كده، وكل اللي هيجربه عندك هيدمنه هتكوني بجد محترفة فيه. أول حاجة جبت البتنجان وغسلته كويس جدا ونشفته وفتحته من الجنب بالطول وبدأت أقليه. أول ما هياخد لون من جوه وهيبدأ الجلد بتاعه من بره يكون ناشف ومشدود كده تمام، هيكون استوى. هتطلعي على منديل وتبدأي تعملي الخلطة: كمون، كزبرة وملح وليمون وفلفل أخضر رومي وواحدة فلفل شطة أحمر وتوم. لو مش بتحبي الشطة ممكن تستغني عنها، بس هي بتديله طعم حلو قوي وبتكون حاجة بسيطة كده، يعني مش بتكون حراقة قوي. حطي منه حتى ولو نسبة، بيديله شكل حلو وبيديله لون كمان. بعد كده اضربهم في الكبة وبعدين هبدأ أتبل بيهم البتنجانة على طول. هضيف شوية على التتبيلة شوية خل صغيرين، معلقة كبيرة. أنا المقادير كلها سايبها لكم تحت الفيديو في صندوق الوصف، تقدروا تشوفوها. اللي مشتركش في القناة يشترك بسرعة عشان فيه مفاجآت كتير، واستنوا مني فيديوهات حلوة جدا وقوية جدا وهدايا جامدة جدا لأكتر ناس متفاعلة على القناة. بعد كده بعد ما الخلطة اتضربت كلها هعصر عليها ليمون تاني. الليمون معانا طول الفيديو طول الوصفة هنعصر ليمون، وهبدأ أتبل البتنجان. هفتح كل بتنجانة واحط جواها شوية من الخلطة، مش محتاجين نزود كتير، هي معلقة صغيرة في كل واحدة بتكفي بالغرض وبتديله طعم حلو جدا. انتي سيبيه بس بعد ما تخلصي الكمية كلها وتتبليها كلها، سيبيه نص ساعة هيديكي طعم حلو قوي. بصي البتنجان من بره مقرمش والتحفة، ومن جوه طري وطعمه كده تحفة، والخلطة مظبوطة جدا معاه. المقادير كلها هتلاقوها تحت الفيديو في صندوق الوصف. بعد ما خلصت الكمية كلها هبدأ أعصر عليها ليمون. الليمون بيظبط طعمه جدا وبيخليه فعلا مميز ومختلف وطعمه يجنن وريحته تحفة. وبعد كده حطيته في طبق التقديم وحطيت عليه شوية شطة حمراء وليمون، وبس كده بألف هنا. كده الفيديو خلص، ويا رب يكون فيديو خفيف عليكم. استنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد. ما تنسوش شير ولايك على قد ما تقدروا. استنوني في فيديو جديد، أشوفكم على خير. يلا باي.